السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم بعض النصائح اللي غادي يساعدوكم قبل يوم الامتحان، وغادي نشير اهم الاشياء اللي خاص تكون في المراجعه ديالكم باش تكون مراجعه اللي هي مركزه ومنظمه. قبل ما نبدا دائما كنتمنى انكم تخليوا لي دعوه للاب ديالي بالرحمه والمغفره مع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله. اول نصيحه هي نراجع الملخصات والملاحظات اللي كنت ديجا كاتب في الدفتر ديالي. الملخصات ديالاش بحال الروايات ديال اولاباك لا بواط اونتيغون خصني نمشي نراجعهم. باغي ندوز الفرنسيه غادي نمشي نراجع جميع الاحداث الرئيسيه والثانويه ديال الروايات اللي عندي في الامتحان الجهوي، ونتاكد من انني فاهم جميع الافكار الرئيسيه والنقاط المهمه. ثاني حاجه خصني نشتغل على شي امتحان اللي ما عمرني خدمت عليه مسبقا باش نزيد نتيستي راسي اكثر ونزيد نختبر المعلومات ديالي، يعني باش نعرف راسي واش قادر انني نجاوب على معظم الاسئله نهار الامتحان الجهوي او لا. وفي نفس الوقت كنعرف يعني مكامن الضعف اللي عندي، يعني اشنا هما الحوايج اللي باقي عندي فيهم اشكال نقدر نعتق لو ماكسيموم في هاد السويع القلال اللي بقى. الحاجه المواليه هي انني نركز ايضا على الملاحظات اللي كان كيعطيني الاستاذ في القسم. مثلا كل واحد عنده ضعف في واحد الحاجه او عنده اشكال في واحد الحاجه. كاين اللي ما كيعرفش يصيغ الجمله، كاين اللي كيكتب جمله بلا ما كيصرف الافعال، كاين اللي كيبقى مثلا بحال مثلا كيدير سيدي محمد يعني كيبقى يعاودها هي او اونتيغون يعني كل واحد كيبقى كيدير واحد النوع ديال الاخطاء كيقدر الاستاذ يشير ليها ليه مني كان في القسم، يحاول انه يعاود يراجعها باش ما يطيحش فيها نهار الامتحان الجهوي. من بعد ما نراجع ونختبر راسي في الروايات وجوج او تيغون ولا بواط، كل وحده نخدم لها امتحان ديالها وكل وحده نخدم لها تيست دو كومبريونسيون ديالها. ننتقلوا دابا للطريقه كيفاش نجاوب نهار الامتحان الجهوي. نهار الامتحان الجهوي لك كامل الحريه. بغيتي تجاوب على السؤال 10 بدا به ماشي مشكل، بغيتي تجاوب على السؤال 9 بدا به. بدا بالسؤال اللي عجبك، ماشي ضروري تحترم الترتيب ديال الاسئله، ماشي ضروري دير واحد عاد جوج عاد ثلاثه. تقدر انت السؤال 3 ما فهمتيش ماشي غتخلي ليه البلاصه ديالو، تجاوب اوتوماتيكمون السؤال اللي انت قادر انك تجاوب عليه. والحاجه اللي كنصحكم دائما بعض التلاميذ كيدخلوا باش كيقول لك انا غنكتب برودكسيون اكريت، غيصيفطوا لي مثلا شي واحد غناخذ النقطه ديالو غنوض بركه ما نشتغلش على الروايه. راه هذاك اللي كيصحح لك حتى هو كان تلميذ. راه ما يمكنش انت ما عرفتيش تجاوب على لو طابلو اللي ساهل وما عرفتيش تجاوب مثلا على شي سؤال اللي هو ماشي بليد فوق البلاده الهي فغي او فو مثلا، وقدرتي تجاوب على برودكسيون اكريت وتكتب لو بلون وتحترم وتستعمل دي فراز وتكونجوغي لي فيرب. يعني الانسان يخدم شويه الذكاء ديالو. يعني بغيت الناس اللي باغا كي كنقولوا دير واحد شويه ديال الخشونه، الانسان يكون ذكي. يعني بغيتي تلاح داكشي خصك تكون ذكي في طريقه الاشتغال باش داك اللي كيصحح لك يعني ما ياخذش الانتباه ديالو. نجاوب هكا ونجاوب هكا، ودائما كنبدا بالاسئله اللي هي بسيطه واللي هي سهله. بانت ليا اونتيغون اوتوماتيكمون قبل ما نقرا النص غنمشي نجاوب على لو طابلو ديال اونتيغون، نقرا الاسئله عاد ننتقل باش نقرا النص. هذه هي النصيحه اللي كنعطي انا دائما، حيت دابا عندكم القضيه سهله اونتيغون ولا بواط. كاين ديالوغ راه اونتيغون، ما كاينش ديالوغ راه لا بواط. غنقرا الاسئله هما الاولين اللي قدرت نجاوب عليها غنجاوب عليها. تقدروا تجاوبوا على الفيغور دو ستيل هو الاول. قريتي الجمله وفهمتيها مثلا بانت لك تما راه ايبربول، غنمشي ندير الاجوبه لي تيت دو تكست. نبدا بالسؤال 6 مثلا ايبربول جاوبت عليها انا ضمنت نقطه. لو طابلو حتى هو نجاوب عليه، ها انا جاوبت على جوج ديال الاسئله. نقدر مثلا السؤال 10 قدرت نجاوب عليه نبدا نقدر نجاوب على النص ديال الاسئله بلا ما نقرا النص الا كنت خدمت امتحانات جهويه اللي هي كثيره وبزاف تاع الجهات ماشي غير الجهه ديالك. والنصيحه الاخيره هي انك ملي تكون كتجاوب ما تستعملش الوان اللي ما كتبانش، يعني الوان اللي هي معروفه بعدو من الحاجه اللي غادي تجبد لكم صداع في الورقه ديالكم. ما تستعملوش يعني بلانكو بزاف، خطاتي تقدر دير بين قوسين بلانكو. كنستعملو ملي كتكون شي حاجه اللي هي بسيطه، ماشي 4 ديال السطور كامل كندير لهم بلانكو كتولي الروينه تما. ونعسوا مزيان قبل يوم الامتحان بطبيعه الحال. لا داعي انكم تسهروا ليله الامتحان، حيت صافي اللي شد شي حاجه شدها واللي ضبط شي حاجه ضبطها. المخ ديالك كيكون ستريسي، خاصك تعطيه الراحه باش ان شاء الله تفيق وتكون يعني مستعد، والتركيز ديالك والاداء العقلي ديالك يكون هو هذا. حيت لا بريباريتي فوق القياس وسهرتي نهار ليله قبل الامتحان الجهوي، داك الليله ديال الامتحان تقدر
تشد المعلومات وني في الصباح تبلوكا، وقدر السؤال اللي هو بسيط ما تقدرش تجاوب عليه. علاش؟ حيت كثرتي عليك الضغوطات. كنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش دائما اللي بغى شي حاجه غادي يوصل ليها، واخا ما يكونش عندك مع الفرنسي الا درتي فيه راسك غادي تجيب النقطه ديالو نهار الامتحان الجهوي. وبالتوفيق للجميع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.